لسه حالا راجعه من السوق زي ما انتوا شايفين، جايه وشايله ومحمله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. يوم جديد وفيديو جديد، اتمنى الفيديو النهارده يعجبكم. وتعالوا اقولك بقى ازاي ب 640 جنيه هعمل التلاجة بتاعتي وهخليها مش ناقصها ولا اي حاجه. يلا بينا نشوف جبنا ايه النهارده وهنعمل ايه مع بعض. طبعا ما تنسيش لو انت من اخواتي وحبايبي اللي معايا على القناه دايما، ما تنسيش تحطي لايك للفيديو، وهستنى الكومنت القمر بتاعك. وطبعا لو انت اول مره تشوفي قناتي فانا نور عماد، وهقدم معاكم ميزانيات وروتين وتنظيفات عميقه وفلوجات بره البيت ومشتريات وحاجات تانية كتير قوي هتعجبكم. القناه عندي متنوعه، خشي كده خدي جوله في القناه وتعالي قولي لي رايك في الكومنتات. طبعا ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد انا بنزله. يلا بينا بقى نشوف جبنا ايه. اول حاجه كده جبتها وهي الطماطم، وطبعا ما عنديش ولا طماطمايه في البيت ولا كيس صلصه ولا طماطم جامده ولا اي حاجه، فبقيت اجيب ايه اول باول كل اسبوع. جبت بقى 2 كيلو طماطم، والطماطم النهارده يعني كشكل حلو جدا، حمرا ومش مسوسه، وكمان سعرها نزل عن الفتره اللي فاتت. الكيلو منها عامل 10 جنيه الاسبوع ده. جبت كمان ايه، جبت كمان فلفل رومي، وده بقى من الحاجات اللي انا بصراحه ما بقدرش استغنى عنها. انا دايما بكون محتاجه الفلفل الرومي في كل اكلاتي، ما تفهموش ليه، بس بصراحه يعني اي اكله بعوز احط لها قرن فلفل كده، قرنين فلفل. بس المره دي بقى انا جايباه هعمل بيه محشي كده، هعمل محشي فلفل ومحشي بتنجان، ويعني هنقضي كده باذن الله يعني الاسبوع مع بعض حلو قوي. جبت بقى كده المنظمات بتاعتي بتاعت التلاجة، علشان ايه، احط فيها الخضار على طول ومكركبش بقى كده الرخامة عندي، بحيث اخلص الفيديو ارجع بقى كله منظم مكانه في التلاجة، تبقى التلاجة بتاعتي كده ايه منظمة ومرتبة. عايزة اقول لكم بقى ان الفيديو الجاي هيعجبكم جدا جدا. هنعمل مع بعض التلاجة وننضفها ونرتبها ونجيب لها كمان مفارش جديدة، وكمان هنرتب كده شوية حاجات في المطبخ عشان تفضل شقتنا كده 24 ساعة مرتبة، ودعم بقى للفوضى اللي احنا بنكون فيها دي. فالفيديو الجاي هيعجبكم جدا، كله رغاوي وصابون للناس اللي بتحب الكلام ده. فهستناكم الفيديو الجاي وقولوا لي بقى اللي انتوا جايين من فيديو المشتريات. يلا بينا بقى نحط الفلفل كده في المنظم بتاعه علشان تبقى التلاجة بتاعتنا مرتبة ومنظمة وما فيهاش اي كركبة. فجبت اللهم صل على النبي، جبت كيلو من الفلفل، والفلفل برضو سعره الايام دي حلو جدا بصراحة. يعني المشتريات النهاردة كده عارفين اللي هي اسعارها الى حد ما كويسة عن الفترة اللي فاتت. يعني انا الفيديو اللي فات الاسبوع اللي فات يعني جبت الطماطم ب15 جنيه، الاسبوع ده جايبها ب10. على الله انزل الاسبوع الجاي واجيبها ب7.5 ب5 جنيه الكلام ده، ونرجع لاسعار زمان اللي كانت تفتح النفس كده شوية. عايزه اقولكوا اصلا الجو حر، مش مستحمل طبيخ، مش مستحمل ولا فراخ ولا لحوم ولا الكلام ده. الواحد عايز يفضل عايش طول الاسبوع على جبنه قديمه بطماطم، شويه فول كده، اللهم صل على النبي، بطيخ ساقع كده، اناناس، عنب، مع الجبنه بتبقى تحفه جدا. فطير مشلتت بقى وعسل. بصراحه الواحد زهق من الاكل والله، لولا في ان في يعني اطفال وكده ومحتاجين غذاء بقى ومحتاجين حاجات كده تفيدهم يعني. لولا الواحد اصلا كان عاش على الكلام ده طول الاسبوع. بس لازم ايه ندخل كده بروتين واسماك والكلام ده علشان الاطفال. يعني هم دلوقتي في مرحلة نمو، وفي مرحلة يعني بنخش في مرحلة لمرحلة، فمحتاجين غذاء ومحتاجين بروتين وحاجات كده تسند قلبهم، محتاجين سمك في اوميجا 3 يقوي كده الذاكرة بتاعتهم اللي بقت ضايعة خالص دي، ولا كأنهم عواجيز حرفيا. العيال تقول لهم الحاجة بينسوها بعدها بثواني، متفهموش في ايه. جبت كمان خيار، والخيار ده انا جايباه مش عشان حاجة معينة، يعني انا جايباه عشان لوسيندا بتحب تاكل خيار يعني عادي كده على مدار اليوم، فبقطعها لها بقى جنب الاكلة او بغسل لها واحدة كده وتقعد تاكلها. هي بصراحة يعني مدمنة خيار، فانا بجيبه عشانها. ربنا يخليها يا رب ويبارك في عمرها. جبت كمان بتنجان ابيض، والبتنجان الى حد ما يعني ولا كبير أوي ولا صغير، او يمكن البتنجانية اللي في النص دي هي اللي تخينة شويتين، بس البتنجان يعني كله حجمه كويس مش وحش، ولا كبير قوي يعني. جبت بقى كده ابيض على اسود، علشان مش عشان انا بحب الاسود مثلا، لا عشان كنت خلاص فقدت الامل في التنقية بتاعة الابيض، فقلت ادخل ايه كام واحدة اسود كده يعني ازود بس الميزان كده. ندخلهم بقى في المحشي ماشي، نعملهم بتنجان مقلي ماشي، يعني هيمشوا في اي حاجة بصراحة. فجبت 2 كيلو من البتنجان الابيض، وزودت ايه شوية من الاسود ده يعني عشان اكمل ال2 كيلو. والبتنجان سعره كان 10 جنيه تقريبا، او سعره 10 جنيه،
فجبت 2 كيلو ب20. وبرضو مش عارفة بصراحة هو كان ارخص من كده ولا ايه، انا مش فاكرة. بس انا حاسة ان كيلو البتنجان ب10، فهو حلو مش وحش يعني. لما تجيبي 2 كيلو تعملوهم شوية محشي كده للعيال، فحلوين مش وحشين. كمان تزودي بقى معاهم نص فلفل او كيلو فلفل على حسب يعني عدد افراد الاسرة بتاعتك، فبرضه هتكون وجبة كده حلوة قوي. مع بقى ايه وركين كده ولا حاجة، ولا مثلا تجيبي اجنحة وتسلقيها كده وتعملي كده المحشي بالشوربة بتاعتها. بصراحة بتكون حلوة جدا. الحاجات اللي هي الرفيعة دي بتبقى حلوة في الاكل. يعني انا بحب جدا الاجنحة عن الفراخ عامة. يعني احب كده اكل مثلا الجناحات وما اكلش بقية الفرخة عادي، مش فارقة معايا. لو عايزه اقول لكم والله انت حتى لو عملتي المحشي ده بمرقه ماجي بيكون طعمه حلو جدا. يعني كتير قوي بعمله كده والله فعلا بيكون طعمه حلو ومش وحش ولا حاجه. بيكون كمان مسكر عن اللي هو معمول بشوربه، تخيلوا. فجبت بقى كده 2 كيلو من البتنجان ودي بقى كده الخضار اللي انا جبته، ما جبتش حاجه تاني. الخيار كمان ب15 جنيه. الخيار ب15 والفلفل ب15. الطماطم والبتنجان هو اللي الكيلو منها ب10. فطبعا كميزان بقى هاتي اللي انت تحبيه او على حسب ميزانيتك، يعني مش بجبرك تجيبي حاجه معينه. عشان في ناس يعني بتجيلي كده في التعليقات تقولي لا قولي كل حاجه بالميزانها بالسعر بتاعها. انا مثلا بقولك ده كيلو ب10. انت بقى هاتي الكيلو اللي انت عايزاه، الكميه اللي انت عايزاها. تجيبي كيلو تجيبي 2، دي حاجه ترجع لك انت. فيعني على العموم انا جبت كيلو خيار، وجبت كيلو كمان من الفلفل، وجبت 2 بتنجان و2 طماطم. بس كده، دي كده ايه مشترياتي من الخضار. تعالوا بقى نشوف ايه جبت ايه بقى كأسماك او لحوم او فراخ الكلام ده. كده ده جزء الخضار وده جزء اللحوم. عايزه اقول لكم ساعه ساعه عقبال ما عرفت اظبط الستاند في الجزئيه دي. يمكن اول مره اصور في الزاويه دي، عمري ما عملتها. جبت بقى ايه، جبت لحمه مفرومه. واللهم صل على النبي، انا كيلو اللحمه المفرومه عامل 240 تقريبا. فطبعا لو انت عايزه تمشي الدنيا كده زي ما انا ما عملتها، وبدل ما تجيبي كيلو ب240، انت لا، انت ممكن تشيلي ال40 دي وتوزني كيلو. مش كيلو يعني، هيكون كيلو الا. بس انا خليته وزن لي يعني ب200 جنيه. قلت له حطولي على كاسين بحيث ان انا ايه وفرت الجزء صغير كده هينفعني في حاجة تانية. فاهمين قصدي ايه؟ يعني بدل ما ادفع ال240، لا انا دفعت ال200. وهي والله يعني ما فرقتش الحته اللي هو نقصها ب40 جنيه دي. وبرده كفت معايا زي ما بعمل كل مره. يعني انا مثلا جايبه الكيس ده عشان اعمل بيه صينيه جلاش، فهو هو اللي انا جبت بيه قبل كده نص كيلو وحطيته في صينيه الجلاش. هي اللي انا وزنت بيها ال100 جنيه دي وحطيتها في صينيه الجلاش، فمش بتفرق كتير. فممكن تكون كده تريكات صغيره بتوفر معاكي كتير على فكره. بس انا بقى جبت كده كيسين من اللحمه المفرومه، كل كيس عامل 100 جنيه. جبت كمان اللهم صل على النبي، جبت كمان سمك. اسمه ايه ده، سمك سمك مكرونة. بتلخبط في اسمه اوي مش عارفة ليه. جبت سمك مكرونة. كل مرة كنت عايزة اقول مكاريل بس لا افتكرت هو سمك مكرونة. وسعره يعني لحد ما عالي شويتين. فلو وفرته في اللحمة المفرومة حطيت في السمك المكرونة. جبت بقى ده حوالي كيلو ونص. كيلو السمك المكرونة عامل 120 جنيه. ليه؟ انا مش عارفه يعني، مش فاهمه ليه اسعار السمك تعبتها كده، مع ان يعني كل السمك في بحر واحد. ليه نطلع ونقعد نسعر كل حاجه اغلى وارخص والكلام ده؟ ما نبيع كده في متناول الجميع يعني. ليه؟ مش عارفه. انا بقى وزنت ال4 سمكات دول علشان احنا طبعا 4 افراد، فكل واحد يكون ليه السمكه بتاعته وياكل بقى ويشبع يعني طول اليوم. طبعا دي وجبة الغدا، يعني مش فطار وغدا وعشاء. فقصدي يعني لما نقعد كده على وجبة الغدا فاللي ياكل سمكية كده يشبع. بقى ساعات العيال ما بتكملش اصلا السمكية دي، وبيقعدوا مثلا ساعتين 3 ولا حاجة ويرجعوا يجوعوا تاني. فبرجع ايه افصص لهم بقية السمكية على شوية رز ويقعدوا ياكلوا بألف هنا وشفا. جبت بقى من عند بتاع الفراخ. واحلى حاجة اللي انا بجيب كل حاجة من مكان واحد. يعني انا بنزل السوق بس الناس اللي بجيب منها كلها جنب بعض. فاهمين اللي هو ايه، بقف في مكان واحد بنقي هنا وهنا ونخلص كده ونروح على طول. ما بكملش ساعة في السوق وبكون خلصت وروحت. جبت بقى أجنحة. وكنت هجيبها ياكل والله بس ما لقيتش، فلقيت الأجنحة. فجبت بقى ايه، قلت له وزن لي كيلو كده. طلع كيلو وشوية، بس قلت ايه مش مشكلة يعني. كيلو الأجنحة كان عامل 50، فهو وزن دول قال لي 60. فقلت خلاص مش مشكلة يعني، لما تكون بزيادة هيكون برضو ايه أحسن لينا.
ودي بقى ان شاء الله يعني ناوية كده احطها في صينية بطاطس واخليها كده ايه حاجة يعني لوز اللوز. بتبلها الاول، يعني ما بحطهاش كده نية مع البطاطس والطماطم والفلفل والكلام ده. لا انا بتبلها ببصلايه وقرن فلفل وملح وفلفل اسود، وبدعكهم كده ايه كويس قوي، واسيبهم بقى ايه شويه كده ايه يتبلوا. بكون طبعا جبت بقى صينيه قطعت فيها كده كام بطاطسايه، ومجهزه عندي كده مثلا نص شفشق طماطم، واقوم حاطه كله على بعضه واحطهم بقى ايه على البوتاجاز كده ياخدوا كام غلوه، وادخلها تحت الشوايه تاخد وش كده في الفرن. بتطلع بصراحه زي العسل. فالطريقه دي حلوه قوي يعني، جربوها وبصراحه هتعجبكم جدا. مع شوية بقى رز بشعرية، شوية رز كده حبة وحبة برضه بيكون حلو قوي، بعملها كده بيكون طعمها تحفة. لو عندك بقى بتنجان مخلل، الكام بتنجانية اللي هم لونهم اسود دول، هاخدهم بقى كده اخللهم مع صينية الأجنحة دي، هتكون حاجة كده خطيرة بجد. فجربوا كده الطريقة اللي قلتلكم عليها دي هتعجبكم جدا. زي ما قلتلكم كيلو الأجنحة ب50 جنيه. جبت بقى كمان وراك، قلت عشان ايه هعملها بقى بأي طريقة مش عارفة لسه، بس في الغالب يعني هعملها مع المحشي، فراخ ومحشي كده وطبق ملوخية وحاجة كده تكون ايه زي العسل. عايزة بقى تعملي ملوخية اعملي، مش عايزة ما تعمليش، انا بقترح عليكم يعني. انا عن نفسي مش هعمل ملوخية، انا هعمل ايه الفراخ، وهعمل كمان المحشي الفلفل والبتنجان بس. الوراك بقى كان سعرها، عارفين مش متذكرة سعر الوراك قوي، بس انا جبت وزنت الاربع وراك دول كانوا عاملين 130 جنيه، بس تقريبا الكيلو عامل 70، تقريبا عامل 70 او 75. فوزنت بقى الاربع وراك دول، سعرهم قصدي وزنهم يعني حلو، مش صغيرين، لا هم اربع وراك كده كبار حلوين جدا. ودي بقى ايه الهياكل بتاعتي الاجنحة قصدي. وبرضو الاجنحة بصراحة ما شاء الله يعني حلوة قوي، بس بقى انا خدت الفراخ كده اديتها شطفة سريع عشان تشوفها كده ايه وهي مستحمية كده ونظيفة. بس كده بقى دي الميزانية بتاعتي بتاعت الاسبوع ده، وزي ما قلت لكم عاملة 700 جنيه واقل كمان، اقل من 700. يمكن عاملين 650 تقريبا. فدي كده ميزانيتي 650 جنيه للأسبوع. أتمنى إن هي تعجبكم، وأتمنى كمان الفيديو النهاردة يعجبكم. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو، ما تنسوش كمان تدعوا لبابا بالرحمة والمغفرة، اللهم آمين يا رب العالمين. ما تنسوش أهم حاجة صلوا على النبي في الكومنتات عشان كلنا ناخد الثواب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.